أكد ناصر كمال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن أوروبا لن تكون قادرة على التقدم بدون التعاون والتنسيق مع دول الجنوب منها المغرب، لما تتمتع به الأخيرة من إمكانيات ديموغرافية واقتصادية كبيرة يمكن للقارة الأوروبية الاستفادة منها. وأورد المسؤول ذاته في حوار أجرته معه صحيفة لافانغوروديا الإسبانية أن هناك العديد من الأمثلة لإمكانية استفادة أوروبا من التكامل والتعاون مع دول الجنوب، خاصة على مستوى الطاقة المتجددة، حيث أن دول الجنوب مثل المغرب قادرة على إنتاج ضعف الاستهلاك الحالي الأوروبي من الكهرباء، مؤكدا أن تحقيق أوروبا لأهدافها المتمثلة في الحد من الانبعاثات الكربونية بحلول سنة 2025 يمكن أن يتم باستكشاف الإمكانيات الكبيرة لبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. في هذا الصدد أضاف كامل أن الدول الجنوب تعتبر موردا مهما لأوروبا، فعلى سبيل المثال يصنع المغرب 700 ألف سيارة سنويا لفائدة السوق الأوروبية، وتنتج شركة إيرباص وبوينغ العديد من مكونات طائرتها في المملكة المغربية وتونس، كما يقع أكبر مصنع سامسونج خارج كوريا في مصر. ومن ثم فالحل بالنسبة لأوروبا للحفاظ على مكانتها هو التعاون مع هذه الدول. وأشاد المسؤول عينه بمستوى تقدم التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، غير أنه أردف ما زال علينا القيام بالكثير في هذا الإطار، إذ نواجه تحديات مشتركة تتطلب المزيد من الإرادة السياسية والموارد المالية. فأزمة المناخ على سبيل المثال تضر بالعالم أجمع، لكن دول البحر الأبيض المتوسط هي الأكثر تضررا من هذا الجانب، مبرزا أن بعض المشاكل التي يواجهها الجنوب لها تأثير مباشر على الاتحاد الأوروبي.